آه. السلام عليكم. والله طالت الغيبة يا شباب، بس انتوا وحشتوني والله العظيم. آه. في كلام كتير والله عايز اقوله، في كلام كتير قوي عايز اقوله بجد. ممكن نبدأ بداية خفيفة قوي، اللي هو يعني نمهد كده الموضوع عشان ممكن النهاردة نطول بقى شوية، نرجع للفيديوهات الطويلة بتاعتنا من تاني. آه. في فترات هتعدي عليك مش هتبقى فيها أحسن حاجة، و... وعارف انت هتبقى واصل للمدى اللي هو ايه، طب اعمل ايه؟ فاهم؟ ما انا بجرب كده قلشة. عارف انت اللي هو اجي اظبط الجاكيتة البنطلون يضرب، اجي اظبط البنطلون الجاكيتة تضرب، فاهمني؟ فمش لاقي لها حل، مش لاقي لها حاجة. فما علينا. نزلت اسك امبارح او اول امبارح على الاكونت بتاع القهوة على الانستجرام. من ضمن الحاجات اللي هو يعني الاسك كان بعنوان اللي هو تحبوا الحلقة الجاية نتكلم عن ايه. الصراحة الافكار اللي انا محضرها في دماغي او اللي انا بحضر لها الفترة الجاية لسه ما خلصتش، لسه محتاجة مجهود أكبر مني. وبكل صراحة أنا لسه عارف أنت في حتة لود قليل شوية عليا، فاهمني؟ فأنا باخد عارف أنت اللي أنا ببدأ السلم سنة سنة تاني من الأول، فاهم؟ بس برضك معلومة عشان تبقى عارفها، أنت لما تبدأ السلم سنة سنة تاني من الأول، مش معنى كده إن أنت خلاص فاهم اللي هو أنت وقعت، لا خالص، لا بالعكس، أنت كسبت نولج، كسبت حاجات كتير أوي، كسبت حكمة في كذا حاجة، كسبت اتعلمت كذا حاجة. نقطة إن أنت هتبدأ السلم من الأول وأنت زيرو، لا دي انساها، دي مش هتحصل أصلا، تمام؟ فمن ضمن فمن ضمن الاسك، مش حابب اذكر اسامي عشان لو محدش حابب نذكر اسامي وكده، ولكن من ضمن الاسك اللي جه كان حد قال، حد انا اعرفه يعني هو صديق ليا، ان احنا نتكلم عن حتة عدم التقدير او قلة التقدير، ومثل الموضوع في شخصية أدري بتاع مسلسل صوت الصوت بالعربي أو حاجة زي كده. مش فاكر، مش عارف نطقت اسمه صح ولا لا أصلا. بس أنا عايز أقول لك إن أنا إيه شخصية أدري دي، أنا رحت دخلت بصيت شوية، اتفرجت على كام حاجة كده عشان أفهم مين هو أدري. يعني أنا عارف إن المسلسل جامد وكذا حد رشحه، ولكن أنا فاشل جدا بكل صراحة، أنا فاشل جدا إن أنا أتابع مسلسلات أو أفلام أو أندمج مع التطور الدرامي أو التطور الفني بتاع السينما، مع إن لازم أبقى أكون أصلا في الموضوع ده، ولكن للأسف ده ما بيحصلش. ولكن النقطة معانا هي نقطة حلوة، نقطة عدم التقدير. صلوا على النبي، اذكروا الله. بكل بساطة شديدة جدا 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 جدا، انت في مكان او انت مع شخص او انت بتعمل حاجة، اي حاجة في الدنيا انت بتعملها، وده يعني برضك عشان ما ناخدش الموضوع ان هو ايه، ده الكلام البديهي، ده الكلام المنطقي، لا ده الكلام اللي من وجهة نظر انا مثلا عديت بكذا كذا فانا شايف ان دي وجهة النظر الصح. واحد غيري عدى بكذا كذا فشايف ان دي وجهة نظر غلط، ووجهة نظر هو اللي ممكن تكون صح. عادي، فاهمني؟ لازم يبقى في اختلاف وجهات نظر. لو مفيش اختلاف وجهات نظر، عارف انت اللي هو ايه، مش هنتعلم، مش هنعمل حاجة، مش هنعيش، فاهم؟ مش هيبقى في، عارف انت الفرقة اللي حوالينا دي اللي هو على اختلاف الآراء والكلام ده، هي اللي عمالنا نحس حاليا، فاهم؟ فعموما انا مثلا يا سيدي دلوقتي واحد في شغل مثلا مش لاقي تقدير، همشي. طب انت دلوقتي لما تمشي انت هتعمل ايه؟ يعني هتروح فين؟ هتسوي ايه؟ هدور على مكان تاني، هدور على حتة تانية. طب لو رحت الحتة التانية ملقتش فيها تقدير، همشي. يعني انت هتقعد تمشي كل شوية؟ لحد ايه؟ لحد ما الاقي نفسي متقدر. لو هنتكلم كشغل او كسوق عمل او كأي مجال في الدنيا، خصوصا في المجالات الفنية، لان انا حاليا بعد الكارير شيفت اللي عملته فانا جرافيك ديزاين بجانب التشانل ديت وبجانب المحتوى اللي بيتعمل عليها، فانا جرافيك ديزاين. فاي مجال في الدنيا لو انت معرفتش تعمل قيمة بنفسك تخلي الناس غصب عنك تقدرك، حتى لو بالغصب،
مش هتبقى التوب فايف. ودايما لازم تبقى طموحك عالي. اه يا عم انا عايز ابقى التوب فايف في مجالي، فاهمني؟ في مصر لا، مش في مصر. انا واحد لما كنت في المزيكا انا كنت ناوي ان انا اكمل في الموضوع لحد ما اوصل ان انا واخد جرامي. فانا الجول بتاعي ان انا اخد جرامي. جرامي ايه؟ جرامي دي افضل فنان في العالم في السنة معينة، فاهمني؟ ف ولكن طبعا لما زي ما تقول كده ربنا هدى البني ادم، او مش زي ما تقول هو ده اللي حصل، فخلاص تمام. ده كان حلم يعني ايه، رحت فيه شوية واشتغلت وعملت شغل حلو وي وي. بس خلاص فاهم. طيب الليفل اللي بعد، احنا دلوقتي ليفل اب. ايه الليفل اللي جاي؟ طيب، فالليفل الجاي حاليا المكان اللي انا فيه. فالمكان اللي انا فيه من وانا في الستارت اب بتاعتي، لو انا ما عملتش قيمة لنفسي محدش هيقدرني. طيب، مثال على كده، لو انا ما جيتش في وقت من الاوقات قلت لا انا مثلا عايز السالري بتاعي يبقى كذا، فعارف انت اللي هو، وانا وعارف انت، وانا معتمد ومصر على هذا. ليه؟ لان انا خلاص انا عارف ان قيمتي دلوقتي بقت في الحته دي. مع ان برضك لو هتيجي تتكلم فاحنا في مصر عموما، لما تيجي تقارن ببره فلا احنا بناخد شويه فكه. فما علينا يا عم شويه الفكه، الحمد لله معيشيننا وبياكلونا وبيشربونا وبيسترونا وايه، وربنا مهد لنا الستر والصحه الحمد لله. طب لو شخصيه مش مقدراني، امشي. بص امشي. اي حته انت مش متقدر فيها امشي. لا تمشي. طب انا مش قادر امشي او مش عايز امشي، خلاص حاول مع اللي قدامك ان انت تخليه يقدرك بالذوق مره، بالذوق مره كمان، بالعافيه مره، بالعافيه مره كمان، بقله الادب مره، بقله الادب مره كمان. لو انت خلاص بقى انت فاهم انا لازم اكمل يا عم، انا اهلي مش مقدريني. انت اهلك مش هتعرف تغيرهم، انت اهلك مش هتعرف تمشي، مع ان ممكن تمشي. بس انا يا عم اهلي مش مقدريني مثلا. خلاص اهلك مش مقدرينك، اه طب والله الكلام بالحسنى، واحد اتنين تلاته. بعد كده ابدأ ان انت تاخد قرارات مع نفسك. عارف انت، شفت انت لما تبقى ماشي في طريق وفي فئة كبيرة قوي ماشية معاك في نفس الطريق، ومرة واحدة تبصوا كلكم تلاقي واحد ماشي لوحده هناك في طريق غيركم خالص؟ دايما بتستعجبوا منه، او دايما بيبقى بين قوسين كده ملفت للنظر. او ملفت للنظر ليه؟ عشان كسر القانون او كسر الرول بتاعكم اللي انتوا حاطينه، اللي انتوا ماشيين عليه كلكم ده. فالفكرة كلها في ايه؟ الفكرة كلها انا ما شفتش تقدير معاكم فانا خدت طريق لوحدي بس. فهي الفكرة بسيطة يعني، علاجها بسيط. اه بيبقى في ساعات حالات قلة تقدير بتوصل الواحد ان هو ممكن يخش في حالة نفسية وحشة، ان هو يبقى عنده عقدة في حياته. معاك جدا، معاك جدا في الكلام ده. ولكن في حاجات لازم برضك تعمل حسابها. هو انا من الاول، انا هنا في المكان الصح ولا غلط؟ لازم دايما تسأل نفسك سؤال، انا هنا ليه وبعمل ايه؟ انا بعمل ده ليه؟ انا بعمل ده دلوقتي ليه؟ انا دلوقتي بصور لك الفيديو ده ليه؟ مش عشانك بس ابقى كداب، لا عشاني برضك. فاهمني؟ عشاني في ايه؟ عشان انا عايز في يوم من الايام ان الشانل دي تكبر ويبقى ليها محتوى، ممكن في وقت من الاوقات يكسبني فلوس. تمام، بس مش ده الجول اللي انا عاوزه. الجول اللي انا عاوزه ان انا ابقى واقف في يوم من الايام على ستيج، واصل لدرجة من الاتقان والادراك والنضج والاسلوب اللي تخليني اقعد قدامك انت تبقى حابب تسمع كلامي وحابب تسمع وجهة نظري او حابب تسمع نصيحتي في اي مجال إن كان. ده الجول بتاعي. جول الفلوس ممكن يبقى تاني جول انا عايز اجيبه، فاهمني؟ من ناحيه التشانل ديت مثلا. طب الجول ليك انت ايه؟ الجول ليك انت ان انا عايزك تسمع، عايزك تشوف الدنيا. في ناس كتير يا جماعه، خصوصا في الجيل الجديد اللي هو الجيل اللي بعديه على طول، الاجيال اللي قبلها تبقى فاهمه الكلام دوت، ان الاجيال الجديده بقت يعني عندها حاله انطواء اكتر من اللي كانت عندنا. وحاله انطواء اجتماعيه، اللي هو انا دايما قافل، انا دايما الشاشه الموبايل، فهوصل لك ازاي من على الموبايل اللي انت ماسكه؟ صباح الفل يعني. فهي الفكره كلها في ايه؟ انا عايز اوصل لك حاجات انت كده كده هتعدي بيها. بس زي ما تقول كده يعني، انا كنت مع حد من يومين في المجال اللي انا فيه بدون ذكر اسمه يعني، بس ليه كل الشكر، راجل محترم جدا. اللي هو بقول له انا بحب اعك واتعلم، ارمي نفسي في البحر وارمي نفسي ان انا اتعلم العوم، يعني ارمي نفسك وتعلم العوم. ولكن قال لي طب ليه؟
يعني انا لو قدامي حل سهل او قدامي حل سلس يوصلني اسرع، ليه اخد الطريق الابطأ وانا قدامي الاسرع؟ ليه اخد العجله وانا قدامي موتوسيكل؟ ليه اخد العربيه وانا قدامي صاروخ؟ فاهم؟ وصل لك؟ فمن الناحيه دي لو انا بحاول اسبق لك، انت كده كده هتقع، بس عارف انت لما تقع الوقعه وانت عارف ان هو انا عملت كده عشان كده وقعت. حسني قال كذا، قال كذا، قال حصل كذا كذا فعشان كده وقعت، تمام. ولكن في حاجات تانية لما تيجي تبص عليها زي ايه؟ زي مثلا دلوقتي انا ما اعرفش اي حاجه مثلا عن موقف انا داخل عليه او فتره انا داخل عليها، مره واحده وقعت، فدايما بقى اللي هو عارف انت اللي هو افضل بص للسقف واقول ليه، بس ليه بجد بقى، فاهم اللي هو ليه كل ده حصل؟ ما عشان لو هو طبيعي ده كان يحصل، طبيعي ده كان يحصل، يعني فاهم؟ مفيش حاجه من الحاجات دي عمرها ما هتتغير. عمر المنطق او الحاجات البديهيه هتتغير، فاهم؟ دايما بتلاقيها ثابته كده، دايما في مبدأ ثابت في اي موقف في الدنيا او اي حاجه في الدنيا، دايما في الكلام ده. اللقطه كلها في ايه؟ اللقطه كلها ان انت عارف انت تاخد السنس اللي هو انا عارف ان انا لو دخلت كده ممكن يحصل كده، بس غصب عنك برضك هتلاقي نفسك بتقع، فلازم تعيش التجربه. لو ما عشتش التجربه مش هتعرف. يعني مثلا انا لسه داخل من فتره، في ظل الفتره اللي فاتت والحاجات اللي بتحصل الفتره اللي فاتت والتعب اللي انا كنت فيه وي 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 يعني انا جت فتره على الفتره اللي فاتت انا قلبي كان واصل ان انا بسمع صوت دقاته ديب 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 ورا بعض بسرعه ومش بقدر اتنفس وحاجات كتير، مشاكل كتير معايا، مشاكل في الشغل، مشاكل في الفلوس، مشاكل في كل حاجه. وكنت داخل يعني فاهم، كنت داخل بقى على فتره خلاص اللي انا بتجوز، فاهمني؟ ولكن مع الوقت اكتشفت ان انا كنت غلط، او انا اخترت حد ما كانش هينفعني، ولا انا كنت هنفعه، فاهمني؟ مش راكبين على بعض، بس عارف انت حته الاحتياج خلتنا راكبين على بعض الفتره. ولكن هي الفكره كلها في ايه؟ ان مع الوقت بتتيقن ان مش كل حاجه بتنفع بالطريقه دي، وكان درس ليا، كنت لازم اعيش التجربه عشان اتعلم، فاهم؟ زعلت، اتنمرضت شويه، اتنمرضت شويه كتير حلوين كمان، خدت وقت في الزعل، بس الفكره في ايه؟ ستيل زي ما انا ستيل اتطورت، يعني مش ستيل بقى، انا اتطورت اصلا، تمام. بس الفكره فهمت ايه؟ فهمت ان مش كل حاجه انت عايزها هتنفعك، ومش كل حاجه كانت قدامك هي تنفع ليك لاجل انها مثلا في واحد اتنين تلاته اربعه ينفعني فتمام، وغض نظرك عن اللي باقي، لا غلط، فاهم؟ يعني انا مثلا غضيت نظري عن اهل، غضيت نظري عن اساليب، غضيت نظري عن ثقافه، غضيت نظري عن حاجات كتير، فبالتالي انا اللي ايه، انا اللي زعلت في الاخر حبه كده، فاهم؟ ولكن بعد ما فقت انا اللي عملته صح، والحمد لله ان انا ما كملتش اصلا في الطريق ده. فلازم كنت تعيش التجربه عشان تعرف انت هتروح لفين. قيس على كده كل حاجه في حياتك، قيس على كده كل حاجه في حياتك. هل احنا بنتقدر كل يوم في كل حاجه بنعملها؟ لا، بس برضك في حته التقدير او عدم التقدير في حاجات لازم تعديها، في حاجات لازم تعديها، لان انت لو خدت بالك اصلا من نفسك انت، يعني انت كمتفرج، لو خدت بالك انت يومك بيمشي ازاي هتلاقي في حاجات بتطلع منك عدم تقدير، بس تلقائيه عشوائيه. بسبب ايه؟ بسبب ضغوطات اليوم، بسبب ضغوطات الشغل، بسبب ضغوطات الاهل، بسبب ضغوطات التفكير، بسبب. الحاجات دي كلها دايما هتلاقي فيه، فاهم؟ في نتشه كده طلعت منك في نص اليوم، قله تقدير مع حد، الحد ده هيزعل، ممكن يجي يكلمك، ممكن ما يجيش يكلمك، بس لو الحاجه دي ضايقته فعلا وهو من الناس اللي بتتفهم ده، فممكن يجي يعاتبك او ممكن يسكت او ممكن يفهم ان انت فعلا في حاجات هتطلع منك غصب عنك بسبب حاجات تانية بتحصل. انت لو ركزت انت كل يوم بتعمل حاجه فيها قله تقدير. ولكن لما نيجي نتكلم على قله التقدير، فحد يتكلم على قله تقدير كبيره في حاجات كتير، مش حاجه صغيره، مش حاجه قليله، تمام. فانا مبدئي دايما انا ما لقيتش تقدير هنا بمشي، امشي، فاهمني؟ هتقعد تعمل ايه؟ ما انت هتقعد هتلاقي نفسك عارف انت اللي هو بتنفخ في وربه مخرومه زي ما بيقولوا، مفيش جديد، مفيش حاجه بتحصل، اللي انت عايزه مش بيتم. ها طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ده انا مش بلاقي تقدير. امشي، مش بلاقي تقدير، امشي تاني، مش بلاقي تقدير، امشي تاني، امشي 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 لحد ما تلاقي المكان اللي هو هوب ستوب، انا هقعد هنا،
انا لقيت تقديري هنا. ولما اقف هنا هتلاقي نفسك بتتطور فكريا لو ده في حياتك، بتتطور مهنيا او فنيا لو ده في مجالك، بتتطور عقليا في علاقات. فكل الحاجات دي هتلاقيك برضك بعد فترة من المكان اللي انت كنت بتقول انت بتقدر فيه، بعد فترة هتقول لا، انا مش حاسس بالتقدير الكفاية ليا دلوقتي. التقدير ده كان نافع مع شخصيتي اللي كانت قبل كده. ودي برضك نقطة محدش بياخد باله منها، ان انا دلوقتي حسني. احنا دلوقتي في سنة 2024. هل حسني في 2019 كان نفس حسني بتاع دلوقتي؟ كان نفس متطلبات دلوقتي؟ كان نفس تفكير دلوقتي؟ كان نفس كل حاجة؟ لا، اكيد لا، اكيد لا بتاتا. واي انسان في الدنيا عمر ما هيعدي عليه مثلا 5 6 سنين وهيفضل زي ما هو. انسى، انسى. بنفس طريقة التفكير، بنفس كل حاجة، انسى. لو اقول لك على حاجة، لو عايش في غابة لوحده وبيقعد بالليل يكحت زلط كده عشان يطلع نار، فاهمني، هيتطور. ليه؟ لان دي طبيعتنا، احنا ربنا خلقنا كده، احنا ربنا خلقنا كده. فالفكرة كلها في ايه؟ الفكرة كلها ان انت تحاول. انا ما لقيتش تقدير هنا، همشي واحاول في مكان تاني. طب برضك ما لقيتش تقدير هنا، همشي واحاول في مكان تاني. لقيت التقدير اللي انا عاوزه، هتلاقي نفسك بتتطور وبرضك هتروح محاول. ها. انت في دار برضو نرجع نقولها، انت في دار مشقة. احنا في دار مشقة. لا راحة الا من الله. لما ربنا يشوفك فعلا بتسعى، بتجاهد، بتتعب، هيديك راحة، ولكن لفترة. مش هيديك راحة بقية عمرك. تمام؟ اسعى، حاول فنيا، في الحياة، في شغلك، في علاقاتك مع الناس، في جوازك، في أي حاجة، دايما. وحاجة كمان، إن أنت لما تيجي طالب تقدير لازم تكون انت برضك يعني لازم يكون في فعل منك. عارف انت اللي هو ايه؟ طب اللي قدامك مفيش منه فعل، خليه رد فعل. ازاي اعامله انا بتقدير كويس؟ اجرب لو انا فعلا مثلا باقي على الشخص ده. مثلا نتكلم انها علاقه مثلا صحاب، 2 صحاب مثلا بيقعدوا مع بعض على القهوه. انا صاحبي مش بلاقي منه تقدير خالص، بس انا بعزه، انا بحبه الواد ده. طيب هروح جاي اعمل ايه؟ هروح جاي انا بادئ بالفعل. في تقدير بقى، اللي هو التقدير اللي يبدا يتلحظ. فانا بسيبه، اللي هو بسيبه لنفسه بقى. هو حسني بيقدرني، هو حسني. فاحاول ان انا اخليه هو، او محاولتي ان انا اخليه هو يبقى رد فعل. لما يجي لي رد فعل على الفعل اللي انا بعمله. انت لما حد بيشتمك انت بتروح رد شتيمه، ورد شتيمتك دي بيبقى رد فعل. انت مش بتشتم كده اللي هو بيو. لا، انت مش واحد شايف واحد في الشارع قلت له تيت، فاهمني؟ ولو قابلت واحد في الشارع قلت له تيت فيروح قايل لك تيت وتيت وتيت وتيت، فعشان ده رد فعل. فهي نفس الفكره، رد فعل. انا مش لاقي تقدير، ممكن ابدا انا بالفعل، امد ايدي انا الاول. لقيت رد فعل بتقدير، كان به. ما لقيتش رد فعل برضك ومفيش اصلا ملاحظه، ممكن لو انا باقي برضك ازود العيار سنه. ما لقيتش همشي. هي مسايسه. وعلى حسب انت بتتكلم على ايه، ليه علاقه بتقدير ولا مش تقدير. هي مسايسه. لازم تسايس كل حاجه في حياتك، لازم تتاخد كده. في سنه سياسه لازم تتاخد. لازم دايما في سنه سياسه تتاخد. تمام؟ هتلف بيك الايام كتير. هتكتشف ان اللي كان بيحصل زمان، زي ما انت اتطورت وشايف ان ده مبقاش تقديرك، هيجي وقت عليك تقول هو انا كنت طالب تقدير ده على ايه اصلا؟ وانا عملت ايه؟ فاهمني؟ وانا عملت ايه عشان اطلب تقدير؟ هكذا. عيش الدنيا يا مان. عيش الدنيا. عيش الدنيا. ازيك يا حمامة؟ عيش الدنيا، فاهم؟ لازم. لا، عيش وشوف الدنيا بتروح فين وبتيجي منين وي. انا خايف لحسن اصلا انا حاليا، يعني انا غيرت الفون، فاهمني؟ فانا بصور بالكاميرا الخلفيه، انا كنت بصور بالكاميرا الاماميه في الاول. فانا خايف، يعني انا ظبطت الكادر بس انا مش عارف ليه حاسس ان انا الكادر مش هيبقى برضك احسن حاجه، بس باذن الله يطلع احسن حاجه. وخايف برضك يكون الفيديو فصل ودي تبقى لقطه منيله ب60 نيله، مش عارف اعيد الكلام اللي انا قلته ده تاني، لان انا مش ببقى سكريبتد، فاهم؟ هو الكلام بيطلع كده.
ولكن احنا ممكن نكتفي بهذا القدر حاليا، لان اكتر من كده هيبقى حرق في الفاضي. عايزك تفتكر دايما انك مش لوحدك، كلنا فينا اللي بيحصل لك الفترة دي، لان عارف انت زي ما تقول كده هو بيبقى موسم، فاهم؟ بيبقى موسم كده. عارف انت شفت انت اللي هو ايه، بابا نويل بيجي بيروح موزع الهدايا، فاهمني؟ كل موسم كده فاهم في حد بيروح داخل كده بقول لكم ايه، خدوا شويه اكتئاب، خدوا شويه حزن، خدوا شويه قله تقدير، خدوا شويه قله فلوس، فاهمني؟ فتره تانية خدوا فلوس، خدوا سعاده، خدوا هدايه من ربنا، خدوا تقوى، خدوا مش عارف. احنا عايشين مش على ارض ثابته. لازم لازم شغل الترانزيت ده لازم. فانا كل اللي بتمنى لك يا صاحبي، او بتمنى لاي حد بيتفرج ولد او بنت، الخير. يعني راعوا نفسكم قبل ما تراعوا الناس، حبوا نفسكم. فكرة ان انت تحب نفسك تعرف تخرج نفسك من فترات كتير وحشة، فاهمني؟ وده لازم يحصل دايما. فاشوفك على خير يا صاحبي، وبإذن الله تفضل تمام، وانا معاك.